الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد. النهاردة بإذن الله هنتكلم عن تسريبات الحكام ومطالب الأهلي من اتحاد الكرة. طبعا كلنا أو معظمنا سمع التسريبات اللي حصلت امبارح واتذاعت في التلفزيون على برنامج إبراهيم فايق. والتسريب اللي ظهر بوضوح جدا، المحادثة اللي حصلت بين ميدو سلامة وبين محمد عادل حكم المباراة. طبعا التسريب يعني حاجة صعبة جدا، انك انت الاول الراجل محمد عادل طلع نفى وقال انا هقاضي القناة وهقاضي الناس واشوف التسريبات، واتحاد الكرة في حس وبس ومتلخبط والدنيا ملخبطه معاه. طبعا النادي الاهلي عمال برضه رخر ما سكتش، عملوا اجتماع والخطيب عرضوا ليهم مطالب. قال لك احنا لنا 6 مطالب في الموضوع ده. اول حاجه ان في 6 مطالب زي ما قلناهم. اول حاجه التمسك الكامل بتنفيذها او يحاولوا يتمسكوا بيها، اللي هي عشان يحصل تكافؤ الفرص بيننا وبين الانديه. المطلب الرئيسي اللي هو اول حاجه تعيين خبير اجنبي رئيس لجنه الحكام، ده رقم 1 في مطالب النادي الاهلي. نمره 2، لازم تحددوا موقفكم من التسريبات في خلال الساعات القادمه، نشوف التسريبات دي صحيحه ولا مش صحيحه ولا الدنيا فيها ايه. في حاله ثبوتها لازم رحيل لجنه الحكام كلها. بعد كده في وقع اما العمل على التحقق من واقعة التسريبات بكل شفافية، يعني لازم نتأكدوا من ان في التسريب دي صحيح ولا مش صحيح. بعد كده العمل على تحقيق اقصى درجات العدالة حتى تعيين حكم اجنبي. المطلب الاخير السماح للانديه، ودي اهم طلب من وجهه نظري، وده اللي مش هيحققه غير خبير اجنبي، اللي هو السماح للانديه بالاستماع لما يجري في غرفه الفار بين الحكام عشان ما يحصلش اي جدل مره اخرى. فاذا النادي الاهلي ما بيطلبش بحاجه يعني مستحيل. هو عايز خبير اجنبي، عايز تكافؤ الفرص، عايز نسمع المحادثه اللي بين الناس. طبعا الكلام ده كله يعني هيعمل العداله الكامله في البطوله، وهيمنع اي مشاكل، وهيخلي الحكم نفسه تحت ضغط ان هو لازم ياخد البتاع الصحيح، لان هو ما ينفعش الحكم الحوار اللي حصل لو كان صحيح عشان ما نظلمش حد، لا حوار فيه مشاكل كتيره. يعني ازاي انك تبقى عارف ان الكره ده من اللعيب وتركع وفي دماغك ويقول لك ده مش صحيح ونص القانون. طيب وبعدين ايه؟ زي ما انا قلت امبارح في الفيديو ان كل حكم برأي. توفيق السيد يقول لك ال3 مش ضربة جزاء، جهاد جريشة يقول لك كذا، الغمدوري احمد خالد عبد الفتاح يقول لك لم تؤثر. فكل حكم زي ما قلنا برأي، وكل رأي فاحنا لازم حتى لما يجي لك خبير اجنبي ويعمل محاضرات ويوحد المعايير، انا المفروض الناس الخبراء ويحضروا المحاضرات دي ويحضروا الحاجات دي عشان يبقى عندهم خلفيه ويثقفوا نفسهم. ما يطلعش كل حكم يقول لي من وجهه نظره كأن احنا قاعدين يعني معلش في اي دي المفروض حاجات علميه وفنيه انت دارسها، وقوانين بتطبق، والقانون مش مطاطي للدرجه دي. 3 ضربات جزاء مختلفين عليهم واحنا قاعدين عمال نتفرج في الفيديو، ده يقول لك ده وقع واللي يقول لك ده قدامه وده يقول لك ده، مش ممكن. فاللي انا رايي عليه ان الحكام نفسهم حتى الخبراء لازم ياخدوا دورات في التحليل ويثقفوا نفسهم اكتر، واحنا كمان ما نذبحش الناس. فالحكم لابد ان هو يطور في نفسه، ولازم نديله حقه ونقدر نستفيد ان شاء الله باذن الله. والنادي الاهلي باذن الله يكون سباق في ان هو ينفذ الطلبات بتاعته
أنا عايز أسمع تقنية الVAR، عايز الناس بقى تقول إيه، واقنعني يا عم، اقنعني، أنا مش مختلف معاك في قرارك طالما الموضوع سليم. عايزين عدالة، عايزين رئيس لجنة حكام أجنبي، دي ما يزعلش حد. وإحنا بيصرفوا ملايين الدولارات على حاجات ما لهاش لازمة. لأ، اصرف نص الفلوس اللي بتصرفها ديّة على تطوير منظومة التحكيم. وإن شاء الله بإذن الله ربنا يوفق الجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.